السلام عليكم، هلا يا حلوين. اتمنى تكونوا بافضل حال. النهارده هنرسم سوا رسمه من اقرب الرسومات لقلبي، ولكن من قبل ما نبدا خلونا ندعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم. ادوات الرسم بالخط العربي كتير، بس النهارده انا هكتفي بورق كرافت وقلم خط عربي رقم 3. وطبعا مش هننسى مشروبنا المفضل واحنا شغالين. انا من الناس اللي بحب الجورنال جدا، وعشان كده قلتلكوا ان دي من افضل الرسومات لقلبي. فانا هنا بستخدم ورق نوعين، وانا في الاساسي بحب استخدم ورق الجرايد جدا، بس انا ما كانش عندي ورق جرايد وكان عندي ورق كتب قديمة، فاخترت اللي شكلها قديم شوية. ولو انتوا عندكوا ورق، يعني اي ورق جرايد او شكله مصفر وحابين تعتقوه، ممكن تشوفوا طريقة تعتيق الورق، برضو هسيبلكوا اللينك في الديسكريبشن. هبتدي اقطعه بشكل عشوائي علشان احطه على الورق الكرافت، الزقه على ورق الكرافت. فقطعته لقطع مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، خليتها في المتوسط. كمان قطعت الورق اللي بيكون فيه فراغات ده رميته، مش هستخدمه، هستخدم بس الورق اللي بيكون فيه مكتوب كلام. وهبتدي ألزقه جنب بعض على ورق الكرافت بالغيرة، ولو عندكم جلو فده هيبقى أحسن. أنا ما كانش عندي جلو ولكن عندي غيرة، فخففتها بشوية مية وابتديت ان انا ألزق الورق كله على الورق الأساسي اللي انا هشتغل عليه. جبت فرشة قديمة عندي وهبتدي ان انا ألزق الورق بشكل عشوائي. اهم حاجة لو ما عندكوش جلو هتستخدموا الغيرة، فما تكتروش الغيرة قوي، وابتدوا ان انتوا تحطوا نسبة بس متساوية او كمية متساوية، بحيث ان هي ما تخليش الورق يكون فيه كمية كبيرة من الغيرة فده يأثر علينا واحنا بنرسم. انا من الناس اللي بحب جدا ارسم بالخط العربي، وان انا اعمل بيه لوحات واشكال حلوة قوي. الخط العربي فيه اكتر من نوع، فيه خط ثلث وخط ديواني وخط كوفي، وانا من الناس اللي ما اتعلمتش اي نوع من انواع الخطوط اللي انا لسه قايله وده بقى يوديني لحته تانية، ان انا برضو بحب ارسم بالخط وعايزه ان انا اعمل لوحات بالخط العربي. فابتديت ادور على ناس بترسم بالخط العربي وبطريقه سهله، وفعلا لقيت فيديوهات ولقيت سكتشات لناس كتيره. وده برضو اللي وداني لنقطه ان انا ارسم بالخط العربي الحر. وبعد ما رسمت بيه وابتديت ان انا اعمل اشكال وان انا اتعلمه لحد ما، واتعلم الكيرفز بتاعه الخط ذات نفسها، فلقيت الخط اللي انا برسم بيه شبه خط الوسام والخط السنبلي. وخليني برضه اقول لكم ان معظم الناس اللي بترسم بالخط العربي الحر بيكون كل رسام ليه الستايل بتاعه اللي بيميزه عن اي رسام تاني. يعني ممكن من شكل الرسمة انت تعرف مين اللي رسم الرسمة دي بسبب الستايل بتاع الرسام اللي هو متميز بيه عن غيره. يعني في فنانين بيحبوا ان هم يعملوا ميكس ما بين الكاليجرافي والجرافيتي، في ناس بيحبوا يعملوا جورنال زي ما انا بعمله، في ناس تانية بيحبوا يعملوا كاليجرافي ومندلة، ففي اشكال وانواع تانية ممكن تبقى مختلفة عن كل رسام والتاني. في ستايلات كتيرة جدا ممكن بيعملها الفنانين علشان فعلا تميزهم عن اي حد تاني. حرفيا هم بيصنعوا الطريقة من اولها لاخرها بحيث ان هي تميز الشخص ده فقط. هنا بقى انا سبت الورق ينشف تماما وقصيت الزيادات كلها، وهبتدي ارسم الدايرة بتاعتي اللي انا همشي عليها بالحروف. مش عارفة بصراحة هي ليه الدايرة بتاعتي انا مش بتاعت اي حد تاني، بس يعني انا بسمعهم بيقولوا كده. كنت بحدد بالظبط قطر الدايرة علشان اعملها في نص السكتش بالظبط، ولكن برضو غلطت ورجعت صلحتها مرة تانية، بس يعني ايه، علشان تبقى في النص بالظبط، مش عايزاها تبقى متطرفة لأي مكان تاني. حرفيا دي اسهل رسمة ممكن اي حد يعملها، وبتكون اول رسمة تيجي في بالي لو انا حابة ان انا ارسم كاليجرافي. وهبتدي اعمل دايرة مفرغة جواها لان انا حابة اعمل دايرتين في بعض او رسمتين في بعض. كمان ده اول سكتش اعمله كاليجرافي حرفيا من 2.5 او 3، مش فاكرة بالظبط، بس انا قعدت فترة طويلة جدا منقطعة ان انا ارسم كاليجرافي او حتى ان انا اعمل سكتشات سهلة. وللي ما يعرفنيش فهو انا كنت بستخدم الكاليجرافي ده اصلا في الديكور، وكنت بعمل ديكور اماكن كبيرة بالكاليجرافي، ممكن تشوفوها على الانستجرام، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. والسكتش البسيط اللي قدامكم ده فهو انا كنت منفذاه على حيطه، مش عارفه بالظبط كام متر يعني لان انا مش بعرف في الامتار قوي، فبس ممكن تكون 3 في 2 مثلا. فالرسمه كانت كبيره قوي، وكون ان انا بعملها على سكتش صغير ده بالنسبه لي حاجه مش سهله قوي، ولكن يعني انا كنت بعملها على امتار كبيره. انا بالنسبه لي اي حد عايز يكون عبقري في الرسم فالمفروض ان هو يركز عليه ويبتدي ان هو يمارسه لاطول وقت ممكن. وفعلا حصلت معايا اكتر من مرة لما ابعد عن الرسم وقت طويل واجي ارجع بحس ان الدنيا معايا صعبة شوية لحد لما بفتكر الخطوات. بس حقيقي
ده ما حصلش معايا لما جيت ارجع للكاليجرافي مرة تانية من 2.5 سنين مثلا او 3. كان في حروف انا فعلا نسيتها، نسيت ان انا احطها في الرسمة، بس الكيرفات ذات نفسها فعلا ايدي طلعت حافظة ان انا ابتدي ارسم مرة تانية بنفس الكفاءة. كمان كنت حابة ان انا ارسم بفرشة والوان مش بقلم، ولكن لقيت ان كل الادوات اللي عندي خلصانة، وما عنديش حرفيا ولا فرشة تنفع للكاليجرافي خالص، لان فرش الكاليجرافي طبيعي هتختلف عن اي فرشة احنا بنستخدمها في الرسم، لان انا بستخدم الفرشة ذات نفسها بتكون عريضة. طيب ليه انا اخترت الخط الحر ان انا ارسم بيه وما اخترتش اي خط تاني؟ فانا بالنسبه لي الخط الحر يعني اسهل بكتير، حتى لو الخطوط التانية مثلا شكلها احلى، ولكن انا حابه ارسم، مش حابه ان انا ابقى مركزه الحرف يطلع معايا صح ولا غلط. فكنت حابه قوي ان انا اختار خط ملوش نسب زي الديواني والثلث. الديواني والثلث لازم بيكون ليهم نسب معينه، والنسب دي هي اللي بتحكم على الحرف اذا كانت صح او غلط. فانا اخترت حاجه تناسبني وتناسب رسمي. فنصيحه ليكوا، حددوا انتوا عايزين ايه بالظبط وحرفيا هتطلعوا احلى شغل. ممكن تسرشوا عن نوع الخطوط وتحددوا انتوا حابين ترسموا بانهي خط، او حتى تتعلموا انهي خط بالظبط. ولو حابين مساعده مني ممكن تبعتولي على الانستجرام، هبعتلكوا كل حاجه انا اعرفها عن الخط، او حتى حاجات انا ما قلتهاش في الفيديو. ولو حابين تبداوا فانا بنصحكم ان انتوا تبداوا بالاقلام الاول، واستخدامه سهل جدا غير باقي ادوات الخط العربي. ادوات الخط العربي كتير، وممكن تبدلوا القلم اول لما تتعلموا او ازاي تمسكوا القلم بالظبط، وبعدين حرفيا الموضوع هتلاقوه سهل جدا. ممكن تستخدموا اي حاجة بقى تانية خاصة بالخط العربي، سواء التمار او البوز او حتى الفرش اصعبهم، بس بصراحة بالنسبة لي لا، هي بس انتوا تعرفوا ازاي تمسكوا القلم ومسكته الصحيحة، هتمسكوا اي حاجة تانية وتستخدموا اي الوان حتى. اهم حاجة بس ان انتوا تتدربوا كتير وما تزهقوش، فعلا الموضوع ممتع، ولكن هو في الاول محتاج منكم مجهود شوية، وما تستعجلوش فعلا، استنوا شوية لحد لما تتدربوا، او حتى مهما تغلطوا ده عادي. يعني ما تعملوش زي انا في الاول كنت بزهق قوي، اللي هو ليه انا ما اتعلمتش في يومين مثلا. كنت شايفة فعلا ان الموضوع سهل اوليا، مش بتعلمه في يومين، ولكن هو الموضوع محتاج بس تدريب، لان انتوا محتاجين تعرفوا ازاي تمسكوا القلم. وانا قلتها كتير، ولكن فعلا لما تجربوا اول مرة هتحسوا ان مسكة القلم غريبة او صعبة شوية، بس بعد كده فعلا هتطلع سهلة جدا. كمان شوفوا صور كتير وشوفوا فيديوهات كتير، وشوفوا مثلا لحد بيعلم او حد بيقول نصايح عن الكاليجرافي، او حد عنده مثلا قناة على اليوتيوب بيبتدي ان هو يرسم كاليجرافي كتير. ده بجد هيساعدكم ازاي تحددوا النوع والشكل والطريقة اللي انتوا حابين ترسموا بيها. بجد مجال الخط العربي والرسم بالخط العربي وان انتوا تعملوا منه لوحات، ده مجال حلو جدا وممتع زيادة عن اللزوم. وما تخافوش، انتوا مش هتزهقوا لو انتوا مفكرين ان انتوا طول الوقت بتكتبوا حروف بس. فانتوا فعلا هتكريتوا ازاي تعملوا لوحة، وازاي ان انتوا تخدموا الحروف دي بألوان تانية او بأشكال تانية، بحيث ان هي تطلع من نفسكوا انتوا، ويتقال ان الشخص الفلاني هو اللي عامل اللوحة دي. وكلامي ده فعلا مش من فراغ، وعن تجربة، فانا حبيت برضو يعني ان انا اقول لكم عليها. والحمد لله افتكرت حرف القاف في اخر السكتش. في حروف كتيرة جدا فعلا انا نسيتها من كتر ما انا قعدت فترة طويلة مش برسم كاليجرافي، وان شاء الله افتكر كل الحروف اللي ناسياها في السكتشات الجاية بإذن الله. هستنى تكتبولي تحت في الكومنتات رأيكم، لو حابين تعرفوا اي سؤال ابعتهولي برضو على الانستجرام، او سيبوهولي تحت في الكومنتات. وما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب وتدوسوا على الجرس ده علشان لما انزل اي سكتشات تانية او اي فيديوهات تانية توصلكم. سلام، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.